احنا هنا بنفهم احنا في انهي مستوى من النضوج النفسي، لان ده غالبا اللي في علاقاتنا الحميميه والقريبه في الجواز هو ده اللي بيظهر وقت المشاكل. رد فعلي في المشاكل بيكون نابع من مستوى النضوج النفسي بتاعي، فمهم اعرف انا واقف في انهي مستوى عشان خاطر اطور من نفسي وانضج، فبالتالي اسرتي وبيتي يعيشوا اسره صحيه. تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه شخص مراهق على المستوى الوجداني. الشخص بيميل انه ينحصر في نفسه، ما عندوش موضوعيه في التفكير، هو شايف المشكله من وجهه نظره هو. فالشخص المراهق وجدانيا بيميل انه ينحصر في نفسه، ما عندوش القدره انه يخرج بره نفسه ويشوف الطرف الثاني هو شايف المشكله ازاي او المشكله تعني له ازاي، لان هو منحصر في نفسه. المراهق وجدانيا لو حصل حاجه تهدد هويته يحس بالخوف الشديد ويدافع. الشخص المراهق وجدانيا بيبالغ في اظهار قدراته عشان ياكد هويته، يحاول يستعرض امكانياته الماديه، امكانيات لبسه وامكانيات جسمه. انا بحاول ابين قد ايه انا شخص جامد لاني انا مش حاسس بقيمتي من جوايا. المراهق اللي لسه ما عرفش قيمته هيدور على امور خارجيه يحس بيها بقيمته، فالمراهق بيبالغ في اظهار قدراته عشان يحس بهويته. الشخص المراهق كمان تلاقيه بيهاجم اي حد عنده شخصيه، فلما نيجي نقعد مثلا في مشكله زوجيه ما بين اتنين تلاقي طرف بيخبط في التاني جامد قوي، بيكسر في شخصيته، بيكسر في انجازاته، بيحاول انه ينزله لتحت لان هو حاسس بتهديد منه، هو حاسس ان هو شخصيه اكتر منه، هو مش حاسس بنفسه، مش عارف هو مين، مش عارف قيمته. فلما الطرف التاني بينجح بيحس بتهديد، فيبتدي يخبط فيه، ما بيحتملش الضغوط وينسحب زي الطفل كده برضه. فاكرين لما قلنا ان بناء الشخصيه علشان اشوف قد ايه الشخصيه دي متينه ولا لا، بنعرفها بمقدار الضغوط. لما بتضغط بتعمل ايه؟ هتلاقي ناس لما بتضغط تقلب الترابيزه عليه او ينسحب.